يا مساء الفل والهنا، أهلا بيكم في أول حلقة من برنامجنا ضيف مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. كل يوم تلات الساعة 6:15 مساء ولمدة ساعة، تستحملوها إن شاء الله وأوعدكم إنها تعدي بسرعة. وموسم معركة خفية. من أساسيات السعادة إنك تعرف تتعامل مع الضيوف اللي بتدخل حياتك وبتدخل يومك أصلا، سواء الضيوف دي بتدخل عالمك الداخلي زي مشاعر، ففهمنا مثلا ان المشاعر السلبيه ضيف رخم يخلينا نتقبله وما ندلوش اللي هو عاوزه. هديكم مثال، عارفين لما يكون حد هيقعد يهزر معاك ويرخم عليك عشان هو عايزك تستفز، وانت لو استفزيت هو هيكمل؟ دي نفس الكونسبت مع المشاعر السلبيه. المشاعر السلبيه لو انت فضلت تقول وانا ليه حزين، انا ما ينفعش ابقى حزين، مش عارفه ايه، لو هو هيقعد يوم هيقعد معاك يومين، لو يقعد شهر يقعد شهرين، لو يقعد سنه هيقرر يقعد سنتين. انما لو انت قلت ماشي، هو ده مش ألذ شعور تشعر بيه بس انا متقبله، هتلاقيه مع الوقت بيعدي اسرع بكتير من ما انت لو قاومته. فهمك كمان ان المشاعر الايجابيه عندها كده حياء، بتتكسف. عارفين الناس اللي هو الضيف اللي هو انا همشي بسرعه، انا مش عايزه ازعجهم ومش عارفه ايه، هو كده قوي. فساعتها لما انت هتفهم ده هتقرر ان انت تحط في يومك حاجات كتير قوي تحسسك بالمشاعر الايجابيه، لان انت عارف ان المشاعر الايجابيه بتتكسف فبتمشي بسرعه، فانت بتحاول تعمل هايلايت على كل حاجه صغيره في حياتك. وفي ضيوف كمان بقى بتدخل عالمك الخارجي، يعني من بره، يعني زي ناس جديده، شغلانه جديده، نقلت مكان جديد او بيت جديد. فكل ما قدرنا نفهم ونعرف طبيعه ضيف حياتنا او ضيوف حياتنا، كل ما تعاملنا معاه هيبقى اسهل، وكمان هيزود سعادتنا. فالضيف الرخم، حتى الضيف الرخم هتستفيد منه ومش هيأثر عليك قوي، والضيف الخفيف هيقعد معاك أكتر. وعشان تعرف تتعامل مع ضيوف حياتك محتاج يبقى عندك صلابة نفسية أو ليونة نفسية. عارفين كده زي السفنجة، احنا حياتنا متغيرة، ففكرة انه أنا ممكن أتشد شوية بس هعرف زي السفنجة أرجع تاني زي الأول. تعالوا كده نرجع للنفس. إن لنفسك عليك حق. النفس بتحتاج تحس بقيمتها، وده بتشعره إمتى؟ من الأهل في الطفولة، عشان أصلا الشخص يقدر إن هو ينضج عاطفيا وعقلانيا. طب لو ده ما حصلش، ما حسش من أهله بالقيمة، بيحصل خلل، فبنفسك بتبدأ تتعب، عشان هي عندها احتياج إنها تحس بالأمان والقيمة بس ما حسيتش بده. بس مش كلنا ردة فعلنا واحدة، يعني ممكن حد يتعرض للعنف الجسدي وما يتأثرش قوي، وحد تاني يتعرض لنفس العنف بالظبط بس ما يلاقيش مصدر من خلاله يحس بالأمان، فبالتالي ممكن يتعرض إن هو يبقى عنده اضطراب نفسي يأثر على حياته وعلاقاته وصحته. يلاقي نفسه في دايرة يعني ما بتخلصش. ليه كل ما أدخل علاقة أحس بخذلان وما تكملش بنفس الطريقة؟ ليه كل ما أروح شغل أترفد من شغلي؟ أحداث بتعيد نفسها، وده ممكن جدا يكون نابع من اضطراب في الشخصية personality disorder. وده كمان بيكون أصعب في التشخيص، يعني أصلا الدكاترة بيبقى صعب عليها التشخيص ده، وفي الحياة لأنه مش بيأثر على جانب واحد، ده بيأثر على جوانب حياتك كلها. النهاردة كلامنا عن اضطراب الشخصية الهستيرية. فسؤال حلقتنا، تعرف ايه عن اضطراب الشخصية الهستيرية؟ ويا ترى ليه اكتر الناس المصابين بيه بنات؟ ارقام التواصل بتاعتنا 010427894، او اكتبوا لنا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بتسعينات اف ام #ضيف. فاصل سريع نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني من برنامجنا ضيف مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. والمعركة الخفية للنهاردة هي اضطراب الشخصية الهستيرية. فسؤالنا، تعرف ايه عن اضطراب الشخصية الهستيرية؟ ويا ترى ليه معظم المصابين بيهم بنات؟ رقم التواصل بتاعتنا 010427894. طيب بصوا بقى، عشان أعمل معاكم كده واجب، ما ينفعش أبدأ أتكلم على الاضطراب على طول غير لما أصلا نبدأ نتكلم عن الشخصية واضطراب الشخصية عامة. الاضطراب النفسي هو أصعب ما يكون، لأنه بيكون خفي، وحتى لو أنت قررت تشاركه مع حد بيحصل حاجة من الاتنين: يا إما الشخص ده مش بيفهمك لأنه هي مش حاجة منتشرة وهي حاجة جواك فمش متشافة، مش زي مثلا لو حد عنده حاجة في القلب أو ربنا يعافينا كانسر أو كل الكلام ده، أو حتى لو يعني انت عايز تعبر ممكن ما تعرفش تعبر عن اللي جواك لان انت مش فاهمه. وده بيبقى جزء من الاضطراب، ان اوقات الشخص مش فاهم نفسه، مش فاهم ايه اللي جواه ومش فاهم ايه اللي مضايقه. الاصعب لما انت تكون
مش عارف اصلا انك عندك اضطراب، فاذا انت عمال تتهم نفسك، لا انا مش كويس، انا فاشل، وانا ليه عمال بدخل في نفس الحاجات، وهكذا. عشان كده الهدف الاساسي من البرنامج ده حاجتين: تعرف لو انت عندك مشكله. فانا مثلا لو انا بتكلم عن اضطراب معين، فانت حسيت انه ايه ده، انا عندي معظم الصفات دي، فاذا هعرف ان انا عندي مشكله، بالذات لو هي مأثره على حياتك، فهتبدا تروح لثيرابيست وتبدا جلسات. وما تشخصش انت نفسك، انت تقول يا جماعه خلاص انا تعبت شخصيه وسواسيه، لا يعني انت حاسس ان في مشكله، فهتروح والشخص بقى هو اللي ايه، الدكتور هو اللي هيشخصك. او ان انت تعرف لو حد حواليك عنده مشكله، حتى لو انت على حسب ما تفهم بقى الاضطراب لما نتكلم عنه، حتى لو انت مش تعرف تتكلم معاه وتقول له انت عندك اضطراب او انت محتاج مساعده، هتقدر على الاقل تقلل الاثر السلبي لافعال الشخص ده عليك. يعني مثلا لو احنا بنتكلم على اضطراب الشخصيه النرجسيه، فالشخص طول الوقت عمال بيقلل مني، انا كسمية لما افهم ان ده عنده اضطراب الشخصيه النرجسيه، هفهم ان هو بيقلل مني عشان يحس بقيمته، عشان هو مش حاسس بالقيمه. ودي الحاجه الوحيده اللي اتربى عليها، انه بيحس بالقيمه لما يقلل من غيره ويحس ان هو فوق الناس، فده هيقلل الاثر. كمان بالنسبه لي بقى للامهات الجديده، يبقوا فاهمين مسببات الاضطراب. الاضطراب ليه حصل في الطفولة، الأهل عملوا إيه عشان يحصل ده، أو حتى مثلا لو حصل تنمر المفروض إن أنا أتعامل إزاي. الاضطراب هو ضيف جاي على حياتك، مش بكئبكم، بس هو هياخد منك، هياخد من استمتاعك، هياخد من مجهودك، وأوقات كتير كمان هياخد من صحتك، ولكن هيديك قوة لما تقدر تتخطاه وتقدر تحس بتقليل الأعراض وإنك عملت إنجاز. كمان هيضيف لك ايه، هيضيف ان انت هتعلم الناس. يعني هقول لكم حاجه، لما يكون حد مشهور وعنده اضطراب معين نفسي، بس احنا شفنا ان هو طلع اتكلم عنه وقال قد ايه انه فرق معاه الثيرابي وان هو قادر ينجح وكل الكلام ده، انت بتحس بالامل، فبتبقى قدوه لغيرك. تعالوا بقى نيجي من الاول على الشخصيه هي الحاجه اللي بتخليك مميز. يعني كل واحد فينا مهما كان شخصيته قريبه من التاني، بس لازم هيكون مميز بحاجه معينه. البيرسوناليتي اصلا، كلمه البيرسوناليتي جايه من كلمه لاتينيه بتسمى البيرسونا. ايه البيرسونا دي يا سمية؟ معناها قناع كانوا بيستخدموه في المسرح. عشان كده في البدايه كانوا بيقولوا لك انه الشخصيه دي هي القناع اللي الشخص بيلبسه قدام الناس، وكانه بيمثل في كل حته معينه، ودي بتبقى الشخصيه. بعد كده في الاخر جم قالوا لك لا، هي الشخصيه دي بتمثل الصفات الداخليه والخارجيه للشخص. عشان كده لو انا جيت اقول لك ايه هي الشخصيه هي نمط الصفات، الباترن، نمط الصفات المستخدمه على مدار حياه الشخص. جميع انواع الصفات، عقليه، نفسيه، جسديه، كل الحاجه اللي متعلقه بالشخص والبيهيفيرز بتاعته. نوعين من الصفات، في صفات مكتسبة الشخص بيكتسبها من المجتمع ومن تعامله مع الناس ومن التربية وهكذا، وفي لا بتبقى بيولوجية. بمعنى ايه بيولوجية؟ اسمها جينات. طيب الشخصية بتتبني ازاي؟ الشخصية بتتبني يا إما زي ما قلت لكم بيولوجيا، بيبقى فيه بعض الصفات أصلا هي جينات، وبيبقى فيه interpersonal بتعامله مع الناس والناس شايفاه ازاي، ده بيأثر على شخصيته ونمط الصفات اللي هو يتعامل بيها بعد كده. كمان الكوجنيتيف ستايل، طريقة تفكيره مع الناس وطرق تفكيره عن العالم عامة، ده بيفرق جدا في السلوك اللي هو هيبقى بيعمله وهيبقى متكرر في حياته بعد كده. تعالوا بقى عشان نقدر نفهم اضطراب الشخصية، محتاجين نفهم انه النفس فيها 3 أنواع. في الإد ده اللي هو بيكون عايز المتعة سريعة المدى، اللي هو مثلا دلوقتي هقول لكم حاجة طبعا كلنا عارفين، المفروض مثلا انت محتاج تخس بس انت شايف شوكولاتة فمش قادر فهتاكلها. ده الإد، انه انت عايز المتعة اللحظية، مش فارق معاك بقى فيما بعد ايه اللي هيحصل. بعدين بيكون في السوبر ايجو او النفس العليا. النفس العليا دي بقى هي اللي بتقولك لا مش هينفع، انت كده هتتخن، وفي مثلا فرح فلانة فمحتاج ان انت ايه تهدى شوية على نفسك. الايجو بقى هي اللي بتعمل توازن ما بين الاتنين، يعني بتخليك اوقات لا انا محتاج ان انا اخد المتعة اللحظية دي، واوقات لا انا دي مثلا حاجة محرمة او دي عن المبادئ فمحتاج ان انا ايه استنى، بس يبقى فيه بالانس. لانه الناس اللي بيبقى عندهم خلل، يعني مثلا السوبر ايجو النفس العليا هي اللي كده يعني هي اللي بتليد،
هي اللي بتقود النفس دي، اللي بيحصل إنه الشخص ده ما يكونش عنده متعة. وده هنفهم لما نيجي نتكلم على الشخصية الوسواسية. والشخص اللي في نفس الوقت الإد هي المسيطرة، اللي هي المتعة اللحظية، طبعا بنشوف حاجات غير أخلاقية كتير بتحصل. وسبحان الله، يعني إحنا الشرع بقى حللنا الموضوع ده. يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيسأل أحد الصحابة: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال له: أنا منافق. فبعد كده قال: نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن نراها عينا، إنه إحنا حاسين خلاص إن إحنا شايفين الجنة لما أنت بتقعد تذكرنا بيها. فبعدين بيقول له يعني بقى معناه بنرجع بقى لبيتنا وولادنا ومش عارف إيه بننسى. فهو حاسس إن هو منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: لو تدومون على الحالة التي تقومون بها من عندي لصفحتكم الملائكة. دي مش الطبيعي، انت بشر. لو كده بقى كانت هتسلم علينا الملائكة في الطرقات بقى وتبقى معانا وكده، انت مش ملاك. فبعد كده قام قال له ايه: ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. قالها له 3 مرات. واحدة واحدة على نفسك. محتاج ان انت اوقات لا انا يعني هعمل بالمتعة اللحظية دي، واوقات انا محتاج انه لا انا مش هينفع، محتاجة اشد على نفسي كده. زي ما بيحصل مثلا في الصيام في رمضان، انه مش هينفع ان انا اكل، يعني خلاص انا محتاجة استحمل. انما لا، اوقات انت محتاج ان انت تستمتع طالما هي ما فيهاش حاجة خارجة عن المبادئ بتاعتك. الشخصية اصلا يا جماعة هي الجهاز المناعي لجسم الانسان. فكل ما كان في صفات كويسة وقادرة تعلي من الصلابة النفسية، كل ما البني آدم ده هيكون سعيد. كل ما يكون عنده صفات فيها خلل أو بتخليه مش فلكسبل، مش لين مع تغييرات الحياة، كل ما الشخص ده هيعاني. وطبعا بقى قد إيه في صفات فيها خلل، هنا بقى اللي هيعرفنا لو ده الشخص ده أصلا عنده اضطراب ولا لأ. يعني أي اضطراب في الشخصية، خلل في الشخصية، اللي بيحصل إنه لازم بيكون فيه عنده 7 أو 8 أو 9 أعراض. وكل بقى مره مثلا، يعني احنا مثلا الشخصيه اللي هنتكلم عليها النهارده، الشخصيه الهستيريه، هما بيبقى فيه 8 اعراض. لازم الشخص يبقى عنده 5 او اكتر من الاعراض دي عشان اقدر اقول ان هو عنده اضطراب الشخصيه الهستيريه. يعني لو عنده 4 يا سمية مش هينفع اقول لا، مش هينفع يتشخص يعني ان هو عنده الاضطراب ده. تعالوا بس عشان ما اطولش عليكم نروح للفاصل الاول، نرجع لكم تاني. فكركم بسؤال حلقتنا: تعرف ايه عن اضطراب الشخصيه الهستيريه؟ ويا ترى ليه اكتر المصابين بيها بنات؟ ارقام التواصل بتاعتنا 010427894، او اكتبوا لنا رسائلكم على صفحه الفيسبوك الخاصه بتسعينات اف ام #ضيف. فاصل سريع نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني من برنامجنا ضيف مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. والمعركة الخفية للنهاردة هو اضطراب الشخصية الهستيرية. فسؤال حلقتنا: تعرف ايه عن اضطراب الشخصية الهستيرية؟ ويا ترى ليه اكتر المصابين بيه بنات؟ وارقام التواصل بتاعتنا 010427894. عارفة ان انا اتكلمتكم كتير عن اضطرابات الشخصية والشخصية كده، بس محتاجين بس نقول معلومتين قبل ما ندخل نتكلم عن اضطراب الشخصية الهستيرية. اول حاجة انه احنا ما ينفعش نتعامل مع اي اضطراب في الشخصية ان هو مرض. ليه؟ لانه المرض بيكون فيه سبب واعراض، والمرض بيجي فبيكون في كده رابط ما بينهم. الحقيقة ان اضطرابات الشخصية مش كده، هو بيبقى صفة بتجيب صفة بتجيب صفة بتجيب صفة بيعمل الاضطراب ده. فبالتالي هي منفذة على كل الأجزاء. فحتى عشان كده بيبقى صعب قوي ان هم يشخصوا انه لانه هي مش مثلا اعراض معينة بتجيب مرض، لا. وفي برضو حاجة مهمة محتاجين نقولها، انه احنا في علم النفس بطلنا نقول مرض نفسي اصلا. يعني دايما بنتكلم عن اضطراب. لانه يعني انا هقول لكم، انا كنت في اخر سنه كده دخلت كورس، لقيت اسمه يعني عمري ما دخلته فقلت ادخله. فاكتشفت انه هو نفس الكورس اللي انا دخلته، بس كان اسمه abnormal psychology. وما بعد كده قرروا انه ما ينفعش يبقوا فيه فكره ان انت بتتكلم عن حد مش طبيعي او ان هو عنده مرض، فبالتالي غيروا اصلا الاسم. فدايما هتلاقوني بقول اضطراب، لو قلت مرض تسامحوني، عشان انا كمان بحاول اعود نفسي ان انا ما بنقولش مرض، بنقول اضطراب او خلل، لان هو فعلا خلل، هو مش مرض نفسي. طيب يا ترى بقى اضطراب الشخصية فيه كده 3 حاجات لو موجودين غالبا الشخص ده عنده اضطراب في الشخصية. اول حاجة ان هو ما عندوش صلابة نفسية، يعني مفيش مرونة. وبعدين مثلا هقول لكم حاجة، يعني مثلا ممكن انت
تكون بتتعامل بطريقة معينة أو عندك صفة معينة، بس مثلا في الشغل المدير يجي قال لك لا أنت محتاج تعملها بالطريقة دي مش بالطريقة دي، أنت بالنسبة لك لا أنا طريقتي كده وأنا هعملها كده، فهم مش بيعرفوا يغيروا، بيحسوا إنه لازم المجتمع والناس هم اللي يتغيروا لهم، هم مش بيعرفوا يتغيروا ويبقوا كده عندهم ليونة مع التغييرات اللي في الحياة. كمان هتلاقيهم دايما في دوامة كده مش بتخلص، يعني بيدخلوا علاقة يفشلوا فيها، يدخلوا في علاقة تانية يفشلوا فيها، أو مثلا يروح الشغل يحصلوا نفس المشكلة. يعني مثلا احنا بنتكلم على حد نرجسي، فالنرجسي ده ممكن يكون بيتعامل بتكبر مع المدير بتاعه، لو المدير قال له اعمل كذا أو اداله فيدباك مش حلوة أو كده، فبالتالي غالبا يعني هيرفدوا، يعني مش محتاجين. برضو كانت قصة حقيقية يعني عن شخص وسواسي، ولما راح كان يعني عنده مشكلة مع مراته، فمراته كانت عايزة تتطلق، وهو قال ان هو اصلا كان طلق قبل كده عشان مراته التانية قالت ان هو منظم جدا وكويس جدا وكل حاجة، ولكن مقصر معاهم، يعني مش بيقعد معاها كتير ومش بتحس ان في اي مشاعر. يعني عارفين لما يكون روبوت قاعد معاك، هي كانت بتحس بكده. فالاتنين قالوا نفس الحاجة، فبتلاقي ان الشخص اللي عنده اضطراب بيدخل في دوامة ويفضل يحصل له نفس الحاجات تاني، لان هو اوريدي عنده خلل في الصفات ونمط الصفات اللي هو بيتعامل بيه. طيب هل بقى يا ترى عمرك اتعاملت قبل كده مع الشخص اللي هو بيحب يكون محل انتباه كل الناس؟ تلاقيه دراما كده، بيأفور في ردات فعله جدا أو تعبيره عن المشاعر، بيكون شخص جذاب، شكله جذاب، وبيحاول دايما ان هو يرضي اللي حواليه. دايما لما بيكون في حوار، هو تلاقيه يعني حوار اتنين بيتكلموا يعني او ناس بتتكلم، هتلاقيه بيقطع في النص او بيعيد صياغة الكلام علشان يحافظ على انه يكون محل الاهتمام. فمثلا انتوا بتتكلموا في موضوع مثلا، فحاسس ان انت هتبدا تحكي قصه، لا هو لازم هيلف ويحكي مثلا قصه عنده عشان يلفت الانتباه او حاجه، حتى لو القصه دي هيكون فيها كذب، ما عندوش اي نوع من انواع المشاكل، او ان هو يعني يزود حاجه معينه فيها مبالغه عشان يخلي نفسه محل الانتباه. اي وقت هيحس فيه ان هو مش محل انتباه ممكن يدخل في غضب، ومش غضب قصدي اكتئاب، هيدخل في حاله اكتئاب. بس انتوا فاكرين ان هو بيقعدوا في الاكتئاب كتير؟ ابدا. ليه بقى؟ لو بالنسبه له انا قعدت في اكتئاب، فالناس هتبدا بقى تحس ان انت كئيب ونكدي وبتاع، فعلى طول هتلاقيهم يعني بيبقى كده حاجه عارضه كده، على طول بيرجع بقى يفرفش ومش عارف ايه، عشان هو عايز يكون محل الانتباه وما يقدرش يستحمل فكره الناس تبعد او فكره الوحده. كمان سهل جدا ان انت تقنعهم باي حاجه، يعني بيغيروا رايهم بسرعه جدا، وده ليه؟ زي ما قلنا عشان هم عايزين يبقوا محل الانتباه ويرضوا الناس اللي حواليهم، فاذا هو سهل جدا ان هو يغير رايه. ففي الاخر بيسموهم لايف اوف ذا بارتي، عشان هم بيبقوا محل الانتباه، فبيسموهم ان هم ايه، من الاخر ناس اللي بتعمل جو. حتى يا جماعه طريقه كلامهم بيبقى صوتهم عالي كده، وبيتكلموا كانهم واقفين على مسرح. كمان نمط الشخصية الهستيرية بيتصف بعاطفة مبالغ فيها والبحث عن الانتباه. بيبدأ إمتى؟ بيبدأ في البلوغ، ماشي، اللي هو من 18 ل 25. هقول لكم دلوقتي ال8 أعراض بتاعة المرض ده، لازم الشخص يكون عنده 5 أو أكتر علشان يتشخص باضطراب الشخصية الهستيرية. حاجة مهمة تانية أفكركم بيها، لازم يكون دكتور هو اللي بيشخص. يعني انت حتى لو انت حسيت انه انت عندك مشكله، ما تشخصش انت نفسك وتقول لا والله انا شخصيه هستيريه، لا، محتاج تروح للدكتور وهو يشخصك، لانه في حاجات كتير قوي، يعني اضطرابات هتلاقوا انه في اعراض متقاربه جدا، فانت مش انت اللي هتعرف تشخص تماما. اول عرض عندهم ان هو بيكون مش مرتاح في الاوقات او الاماكن اللي هو فيها مش محل الانتباه، فبيبدا يتوتر جدا ويكتئب جدا. كمان في التعامل مع الآخرين بيعمل بعض الأفعال اللي غير مناسبة والمستفزة وأوقات اللي غير أخلاقية، زي مثلا نوع من أنواع الإغواء مثلا الجنسي، والحاجات دي ممكن يعملوها. كمان إن هو بيبقى عنده التحول سريع جدا والتعبير سطحي عن العواطف، يعني عمره ما هتلاقيه بيكلمك بديتيلز كده، عمرك ما هتفهم تفاصيل عن الحاجة اللي بيتكلم فيها، دايما بيتكلم جنرال، بيتكلموا كلام عام جدا وبيروح من موضوع لموضوع تاني، انت مش فاهم ايه العلاقة وايه اللي حصل وكده.
كمان هو دايما بيستخدم المظهر للفت الانتباه. اللبس ده بالنسبة لهم أكتر وسيلة بيقدروا يلفتوا بيها الانتباه. فهديكم مثال حقيقي جدا عشان تقدروا تفهموا. هي واحدة كانت شخصية هستيرية وراحت لدكتور، فراحت له هو بيقول كانت لابسة كأنها رايحة نايت كلاب، يعني هي مش رايحة لجلسة تماما، كانت لابسة لبس نايت كلاب. فتلاقيه بقى بيجوا بفساتين مقفورة وفول ميك اب والدنيا يعني غريبة جدا. كمان بيبقى عندهم كده طريقة زي ما قلت لكم بيتكلموا وكأن هم على المسرح، عارفين اللي هو ولازم مش عارفة ايه او بيتكلموا كده في أفورة شوية في الكلام. ولو حس ان هو يعني مش محل الانتباه هيستخدم على طول مشاعره علشان يلفت انتباهك. فمثلا ممكن يعيط بصوت عالي فجأة، انت مش اي حاجه، مش اي حاجة. الدنيا ماشيه كويس جدا جدا، فجاه هي بتعيط بصوت عالي. طب ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ يهديكي يرضيك؟ مفيش، هو كده. او مثلا فجاه صريخ كده مش طبيعي. هقول لكم حاجه، عارفين وده مش بقول ان هم عندهم الاضطراب، بس بقول لكم يعني عشان حاسه ان دي هنقدر كلنا نكونكت ليها، يبقى نرتبط بيها شويه. الامهات لما بيقولوا انا هسيب لكم البيت، انا مش عارفين كده، هم كده بقى ده بيحصل. التانترمز دي الغضب المفاجئ ده بيحصل كتير علشان يلفتوا الانتباه. ممكن يقعدوا يكسروا مثلا في حاجات عشان يلفتوا الانتباه. كمان عندهم تعبير مبالغ فيه يعني عن المشاعر، يعني بيبقوا دراما قوي في مشاعرهم، وبيغيروا مشاعرهم على حسب انت هتحبه في ايه. يعني هو مثلا لو نكد عليك وقعد يعيط فحس ان انت زهقت، هتبدأ تضحك فجأة عشان هي عايزة ترضي الشخص اللي قدامها. كمان سهل جدا اللي حواليه يأثروا عليه زي ما قلت لكم. وأخيرا بيعتبر علاقات مش قريبة بيعتبرها قريبة جدا. يعني مثلا هي لسه عارفة، أو واحد زميلهم في الشغل جه لسه عارفاه، بتقول لك لا ده يعني خلاص ده صاحبي جدا جدا. طب يا حبيبتي انت تعرفيه؟ ما فيش، هو كده. طيب تعالوا بقى نتكلم على حاجة مهمة قوي، وهقول لكم حاجة من الحتة دي، ان هما ممكن يهددوا بالانتحار بس مش هيعملوه. هما هيهددوا عشان يلفتوا الانتباه. وممكن لو انت مثلا حسيت ان انا اتعودت ان هي كل مرة بتقعد تقول انا هنتحر وبتاع ما بتنتحرش، ممكن مثلا تعمل اي حاجة زيادة عشان تحسسك ان الموضوع حقيقي. فمثلا لو هي دايما بتقول انا هنتحر ومش فايق بس ما بتعملش اي حاجه، فممكن تروح مره جايبه السكينه، هي مش هتعور نفسها ولا اي حاجه، بس يعني تحسسك انه انا خلاص انا هعملها. لو جينا نجيبها في المثال بتاع الامهات، فهي مثلا كل مره تقول انا همشي ما بتمشيش، مره هتلاقيها فتحت الباب ونزلت. هي ممكن تكون رايحه المول اللي جنبنا عادي، بس ايه هي محتاجه تعمل كده عشان يبداوا يحسوا ايه ده المره دي نزلت، هو ايه اللي حصل، فيبداوا ايه يحصل لفت الانتباه ده. في ناس ممكن يبقى عندهم نمط شخصيه هستيريه ولكن هو مش اضطراب، يعني عندهم بعض الصفات بس صفات متوازنة جدا، فما ينفعش نقول عليه اضطراب. فتعالوا نقول ايه الفروقات كده وبعدين نطلع فاصل عشان ما كنتش طولت عليكم. هقول لكم حاجة، الشخص المضطرب زي ما قلت لكم لما مش بيحس ان الناس ملتفتة حواليه بيكتئب. انما في اشخاص بتستمتع بالمجاملات، تستمتع الناس تقول لهم حاجات حلوة والكومنتس الحلوة وهكذا، بس مش بيعتمدوا عليها. يعني ده مش هيأثر تأثير كده جذري على العلاقة عشان الشخص ما قاليش كومبلمنت او حاجات حلوة. كمان هم بيستمتعوا جدا ان هم يضحكوا اللي حواليهم ويكونوا محل الانتباه وكده، ولكن ما عندهمش مشكله ان هم ينزلوا من على المسرح. انما الشخصيه اللي عندها اضطراب هم عندهم مشكله ان هم ينزلوا من على المسرح، اول ما ينزلوا من على المسرح يعملوا اي حاجه عشان يطلعوا عليه. كمان ممكن مثلا زي ما قلت لكم يعملوا تصرفات اللي عندهم اضطراب مستفزه، ممكن تكون غير اخلاقيه او مثلا مش متعارف عليها في الثقافه، وده دايما بيبقى بلبسهم معظم الوقت. انما الشخصية اللي ممكن تكون فيها حاجات هستيرية هي بتحب جدا تلبس حلو وتلاقيها أنيقة ورقيقة وهكذا، ولكن من غير ما يكون حاجة فيها حاجة غير أخلاقية. كمان اللي عندهم اضطراب بيبقى عندهم مود شيفتس، يعني بتلاقيها من شعور لشعور كده. التانيين ممكن يكونوا مودي شوية بس بيعرفوا يعملوا كنترول وسيطرة على مشاعرهم أكتر. هتلاقي إن الشخص ده بيحب يهتم جدا بلبسه ولكن مش مهووس بالموضوع ده. انما لو اتكلمنا عن المضطرب فهو عنده هوس بفكرة الاهتمام بنفسه وشكله وكل الحاجات دي. فبالتالي دايما اعرفه هو لما يكون الصفة زي ما انا قلت لكم هتخلي الشخص ما يعرفش يتعامل ويتغير على حسب
يعني الناس اللي حواليه او تغييرات السيتويشنز اللي حواليه، اذا ده هيبقى حاجه فيها اضطراب. انما لما تكون هي حاجه انا شخص مودي بس انا بعرف اسيطر اوقات وكل الحاجات دي، يبقى اذا ده مش صفه فيها اضطراب. تعالوا بقى نروح لفاصل، نرجع لكم تاني نتكلم عن اسباب ليه الشخص بيطلع عنده اضطراب الشخصيه الهستيريه. بس تعالوا اقول لكم سؤال حلقتنا، يا ترى تعرف ايه عن اضطراب الشخصيه الهستيريه، وتفتكروا ليه معظم المصابين بيهم بنات؟ ارقام التواصل بتاعتنا 010427894، اكتبوا لنا رسائلكم على صفحه الفيسبوك الخاصه بتسعينات اف ام #ضيف. فاصل سريع نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني من برنامجنا ضيف مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. والمعركة الخفية للنهاردة هي اضطراب الشخصية الهستيرية. فسؤالنا يا ترى تعرف ايه عن اضطراب الشخصية الهستيرية، ويا ترى ليه معظم المصابين بيها بنات؟ ارقام التواصل بتاعتنا 010427894. بصوا احنا يعني جالنا بعض الرسائل مش كتير بس تعالوا نقراهم. انت هلال بتقول مارلين مونرو كانت شخصية هستيرية وانتحرت في النهاية. طيب ماشي، هو حلو قوي، وانا كنت هتكلم اصلا في الاخر كده عن فكرة انه في بعض المشاهير عندهم، ولكن خلي بالكم يا جماعة هم ما تشخصوش. يعني حتى مارلين مونرو هم عرفوا من الحاجات اللي هي بتعملها او الانماط، انما هل في دكتور شخصها؟ لا. كمان عندنا مروه يوسف كانت بتسالني يعني هو الهستيريا معناها ايه، فكتبت لها بعض الحاجات فقالت لي بصي ليه البنات اكتر ناس مصابين بيه من وجهة نظري، عشان بيفكروا في كل حاجة في نفس الوقت، وده طبقا للنظرية ان دماغ الست جواها اسلاك مش صندوق زي الراجل. ماشي. نادر سامي بيقول اعتقد انها الشخصية اللي بتعبر عن مشاعرها بصورة مبالغ فيها، زي ما بنقول فرحة هستيرية، والبنات اكتر اعتقد لانهم مشاعرهم عندهم قبل تفكيرهم، وان كان ده المبدأ انا ضده. طيب هقول لك حاجه يا نادر، انا فاهمه ان انت ضد فكره العنصريه بقى، انه الست هي اللي بتمشي بمشاعرها قوي والراجل كذا، بس خلي بالك ان في المخ اصلا بيبقى في حاجات معينه، يعني مثلا الاميجدالا مثلا دي اللي ليها علاقه بالمشاعر اكبر عند الست، وده طبيعي جدا يعني سبحان الله. ومن الحاجات اللي ننبهر بيها انه سبحان الله هي فهي اللي محتاجه يبقى عندها كميه المشاعر دي علشان تحب بقى يعني ابنها وتعرف تحن عليه، ومش بس كده، وتقدر تكون عايزة تخلف تاني بعد كمية الوجع اللي حسيته في آلام الولادة. طيب احنا اتكلمنا عن بعض الأعراض، مش بعض، اتكلمنا عن كل الأعراض، هما 8 أعراض اتكلمنا عليهم بتوع اضطراب الشخصية الهستيرية، وقلنا إنه ممكن يبقى شخص عنده نفس الصفات دي بس متوازنة، فده شخص عنده ستايل هستيري، ولكن ما نقولش عليه اضطراب ومش محتاج إن هو يتعالج. ليه بقى يا سمية الناس بتجيلهم اضطراب الشخصية الهستيرية؟ أول حاجة إنها سبب بيولوجي جدا، جينات. يعني هل الجين بيبقى للاضطراب نفسه؟ لا، للصفات. وخلي بالكوا لقوا إنه في ودي الاضطراب اللي احنا هنتكلم عليه المرة الجاية اللي هو بيسمى أنتي سوشيال. الأنتي سوشيال ده لقوا إنه الأبهات اللي عندهم أنتي سوشيال ولادهم كمان بيبقوا عندهم نفس الاضطراب ده. فده الدراسة دي هي اللي خلتهم يقولوا إنه أيوة اضطرابات الشخصية ممكن تكون جينات، يعني مثلا الأم كان عندها فالبنت جالها وهكذا. كمان صدمات الطفولة. أصلا فرويد أحد بقى مؤسسين علم النفس وبعض يعني نظريات علم النفس قال إيه؟ قال إنه غالبا الشخصية الهستيرية دي واحدة حصل لها تحرش وهي صغيرة، فهي بدأت تعمل إيه؟ بدأت إنها يعني الذكرى دي خلتها في السبكونشس، في العقل اللاواعي، عشان ما تفتكرهاش تماما من كتر ما ده بالنسبة لها مؤلم جدا مش عارفة تتعامل معاه، فبالتالي بتطلع بقى الموضوع ده بهستيريا. وهو بقى لقى إيه كمان؟ إن هو لما كان بينومهم مغناطيسيا وبعد كده يبدأوا يفتكروا التروما دي بتاعت التحرش ويتعالجوا منها، بيتعالجوا تماما من كل صفات الهستيرية أو اضطراب الشخصية الهستيرية. كمان بيقولك إن ممكن يكون في بعض الأمنيات اللي ممكن نكون الشخص كطفل عرف إنه مش المفروض يتمنى حاجة زي كده ثقافيا وأخلاقيا ودينيا، فبالتالي بيبدأ يحطها في العقل اللاواعي ومش بيعرف يتعامل معاها،
فبيطلعها بفكرة الشخصية الهستيرية. فهو بتبقى أمنيات مكبوتة، بيطلعها بقى بالمشاعر المبالغ فيها وكل الحاجات دي. وفكرة ان هم عشان كده هتلاقيهم مش بيحبوا يدخلوا في اي تفاصيل، عشان هو مش عايز يرجع يفتكر الأمنية اللي هو عايزها دي. او حتى خلي بالكم، هم هتلاقيهم اشخاص ما عندهمش هوية، ما عندهمش اي معنى في حياتهم، فهم مش في فضا جوه، فهو مش عايز يبدأ يدخل في اي تفاصيل عشان ما يبدأش يشوف الفضا دي والوحدة والأفكار الغير صالحة تماما عن نفسه. كمان في حاجة بقى مهمة جدا، الشخصية الهستيرية دي بيقولك إن ممكن يكون الأم كانت بتخلي البنت يعني معتمدة عليها جدا في كل حاجة، معتمدة عليها بصوا في كل تنتوفة. فإيه اللي بيحصل؟ هي بتبدأ تحس إنه يعني هي بقى غير جديرة بإن هي تعمل أي حاجة. وبعد كده كمان بيقولك إنه هي بتبدأ تشوف إن مامتها شخص ضعيف، فهي بتبقى عندها فكرة عن إن الست شخصية ضعيفة وغير جديرة بأي حاجة، فبتبدأ تروح لباباها وبتروح للأب جدا وتشوف إن هو القوة والسند وكل الحاجات دي. فبتبدأ بقى تعمل رقة ولفت الانتباه وكل الحاجات دي، لأن هي للراجل، لأن هي شايفة إن أصلا الست شخص ضعيف ومش تعرف تاخد حقها، فبتحاول تحمي نفسها بإن هي ترق وكل الكلام ده مع الراجل، أو تلفت انتباهه بالمشاعر المبالغ فيها وكل الحاجات دي. كمان ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون إنه العيلة ما كانتش بتعاقب الشخص ده خالص، يعني مفيش ما بتعاقبوش هو، ولكن أوقات بتقوله إنه كويس برافو عليك ومش عارفة إيه، بس ده قليل، أو أوقات غير متكررة، هو الشخص مش فاهم. يعني ممكن يعمل نفس الفعل مرتين، مرة يقولوا له برافو عليك حلو جدا، مرة ما يقولولوش، فالشخص ده بيحصل له لخبطة، هو مش فاهم أصلا أنا إمتى المفروض أعمل إيه عشان أبقى محبوب عند عيلتي. فبيبدأ يعمل إيه بقى؟ بيبدأ تلبس حلو قوي، تعمل بقى حاجات هستيرية صريخ ومش عارفة ايه وكده عشان تلفت الانتباه بأي طريقة. فأوقات بيكون اضطراب الشخصية الهستيرية نابع من ايه؟ نابع من ان انا حاولت كتير قوي ألفت انتباه عيلتي، بس هما كنت كأني مش موجود، فبالتالي بدأت ان انا أعمل أي حاجة عشان ألفت انتباههم. في بقى حاجة أصعب بكتير، ممكن يكون الأب والأم كانوا بس بيشكروا قوي في البنت دي على لبسها وطريقة كلامها ومش عارفة ايه والحاجات دي، فهي بدأت تحس انه هي ليها قيمة بس باللبس والشكل الخارجي وكل الحاجات دي. خلي بالكم دي من اكتر الحاجات، يعني اصلا احد المضطربات دي شخصية دي يعني قصة حقيقية، كانت بتقولك انه باباها كان رجل اعمال، فكان بياخدها هي واختها ويلبسهم حلو قوي عشان يوريهم يعني للناس وكده ويفتخر بيهم، دول بناتي بصوا لابسين ايه عاملين ايه الانوثه بتاعتهم وهكذا. والام كانت بتوديهم مسابقات ملكات الجمال، ففي الاخر طلعت البنت دي شخصيه هستيريه، لان انا بقيت شايفه انه نمط الست اللي انا المفروض ابقى فيه هو عباره عن شكل، طريقه كلام، فانا مفيش حاجه جوه، مش فكرة الشخصية والروح وكل الحاجات دي، لا أنا شايفة أن أنا عشان أبقى أنثى، فهي الأنثى عبارة عن مظاهر وصوت ومشاعر مبالغ فيها وهكذا. تعالوا نروح بقى الفاصل وبعد كده نرجع نتكلم بقى عن العلاج بتاع الشخصية الهستيرية، ولسه مستنية إجاباتكم على يا ترى ليه أكتر المصابين بنات. أرقام التواصل بتاعتنا 010427894، أو اكتبوا لنا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بتسعينات اف ام #ضيف. فاصل سريع نرجع لكم تاني. اضطراب الشخصية الهستيرية لسه متكلمين عليه، اتكلمنا عن أعراضه واتكلمنا عن أسبابه، وعايزة أقول لكم كمان سبب مهم قوي، إن ممكن يكون أب كان بيعنف بنته أو بيعنف يعني ناس تانية، أفراد تانية في العيلة زي مامتها أو كده، فهي بالتالي بتبدأ تحمي نفسها بإن هي بقى تلفت الانتباه ومش عارفة إيه، وتعمل مشاعر مبالغ فيها حماية لنفسها عشان هي مش عايزة تتعنف، فده كمان بيكون سبب من الأسباب. وكمان خلي بالكم برضو من حاجة، أوقات كتير بيحصل كده، بيكون الطفل اتربى
على ايد كذا حد، يعني على ايد جدته، على ايد مامته، على ايد خالته، فهو كل فترة في حياته كان فيها مع حد. وكانوا ساعتها يعني بيقولوا له برافو كده على بعض الحاجات، فهو بيحس ان هو كويس بعض الاوقات مش دايما. فهنا الشخص ده عشان كده بيبقوا بيزهقوا بسرعه قوي، عشان خلي بالك هتعرف ان الشخصيه الهستيريه، ما عشان قلت لكم بتروح من الفكره الفكره مش ايه، وعندهم فكره ان هم بيزهقوا بسرعه، ده ممكن يكون اصلا سببه زي ما انا قلت لكم ان هو كان ناس كتير قوي ربته في الوقت ده، فهو كان بالنسبه له بقى حاسس انه انا ما بعرفش اقعد في علاقه وقت طويل، بزهق بسرعه، بكون عايزه اغير على طول. هقول لكم حاجه انتوا عارفين كمان حاجه محتاجين تعرفوها جدا، انه اضطراب الشخصيه الهستيريه او اي اضطراب شخصيه ممكن يلمس مع اضطرابات تانية. يعني مثلا في نوع بيسموه الابيزنج هيستريونيك بيرسوناليتي ديس اوردر، ده بيبقى شويه كمان مع الشخصيه الهستيريه، بيبقى وسواسي واعتمادي، فبيبقى عنده بعض الصفات من الوسواسيه وبعض الصفات من الاعتماديه. كمان بيبقوا عندهم الاضطراب ده مع اضطراب الشخصيه الحديه، فدول هتلاقيهم مثلا بيأفوروا كمان اكتر من الناس اللي عندهم اضطراب شخصيه هستيريه، بس لان انت هتفهم ان الشخصيه الحديه عندهم يا بلاك اور وايت، ابيض واسود، ما عندهمش حاجه في النص، فبالتالي بتلاقيهم بيأفوروا اكتر، عندهم مود شيفتس اكتر، كل الحاجات دي. كمان الشخصيه الهستيريه ممكن ان هو يبقى عنده بعض الاضطرابات التانية غير اضطرابات الشخصيه، لو يبقى عنده سوماتوفورم ديس اوردر. ده بمعنى انه سوماتوفورم ده يا جماعه لما يكون شخص يحس بأعراض جسدية زي صداع، وجع في الجسم، كل الحاجات دي، ويكون ملهاش حاجة بيولوجية، يعني هي في الآخر سببها نفسي، فده بيسمى السوماتوفورم ديس اوردر. فهو ممكن يبدأوا يحسوا بالأوجاع دي بتاعت بقى ظهرهم ومش عارفة ايه وكده، وده يستخدمون طبعا لفت الانتباه، سهلة وبسيطة اهو، انا حاسس بقى ان انا ظهري وجعني، انا تعبان، تعالوا اقعدوا معايا كده، عشان ايه؟ لفت الانتباه ويرضوا اللي حواليهم. كمان ممكن طبعا يبقى عندهم توتر جامد قوي بسبب احساسهم بالوحده، لان هو بيترعبوا من فكره الوحده. ممكن كمان يجي لهم مانيك ابيسود، دول اللي بيبقوا متحمسين وبيعملوا حاجات يا جماعه، يعني ممكن مثلا يخسروا فلوسهم كلها فجاه كده، يعملوا اي حاجه، بيبقوا متحمسين بزياده، مثلا مع 100,000 جنيه فمثلا جايب 20 تذكره ليه واصحابه في اي حته، حاجات بقى كده، بيعملوا حاجات مجنونه جدا. ده بيسموها المانيك ابيسود. فاوقات بتحصل لهم امتى؟ لما يبدا يحس ان هو هيتساب او يبدا يحس بالوحده، فتلاقيه بيعمل مليون الف حاجه في الثانيه، عشان مش عايز يفكر في فكره ان هو ممكن يتساب او ما يكونش محل الانتباه. وكمان ممكن ان هم يدمنوا او يشربوا، وده علشان هم بيبقوا عايزين يتحمسوا قوي ويعملوا جو ويقولوا كلام غريب، فدي حاجة للفت الانتباه، أو علشان بيبقوا كاتمين بعض المشاعر جواهم، زي ما احنا قلنا مش بيقولوا أي حاجة فيها تفاصيل، فبالتالي بيشربوا علشان ايه؟ من الآخر أنسى يعني. لما بقى هتكلم هل لي علاج يا سمية؟ بص، اضطرابات النفسية مش هنقدر نقول ان هم ليهم علاج، يعني هي العلاج بتاع الثيرابي الجلسات، وكأدوية ممكن ياخدوا أدوية لبعض الأعراض، يعني لو هو عنده مودي شوية فممكن، أو مثلا عنده ديبريشن، عنده اكتئاب أو كده، ممكن يدوله مضاد للاكتئاب، ولكن ما بيبقاش فيه دواء للاضطراب النفسي، للاضطراب الشخصية، مش حاسمها كده، لأن هو يعني أعراض كتيرة قوي وصفات كتيرة قوي، فممكن لعرض معين يبقى فيه دواء عشان يقلله. فبالتالي ممكن ان هم مع الثيرابي الجيد، مع الجلسات الجيدة، يتحسنوا. ولكن بيبقى فيه مشكلة قوي ان هم صعب اصلا يروحوا، يعني صعب ان هم يحسوا ان هم عندهم مشكلة، وكمان حتى لو راحوا ممكن تلاقيه راح لمشكلة معينة، يعني راح وبعدين بدأ يزهق، يعني حل المشكلة دي بس لسه محل، يعني لسه الدكتور هيكمل، هو خلاص مش هيجي تاني، لان هما بيزهقوا. عشان كده حتى بيقولوا ان لازم كدكتور يبقى مركز قوي ان هو يعمل له خطة فيها حماس، اللي هو يبقى محسس ان انا من هنا لهنا في كده حماس في الدنيا، ما يحسش ان الدنيا كده اللي هو بطيء او بتاع. بيساعدوهم واحدة واحدة الطبيب النفسي ان هو ما يكونش محل الانتباه، بس بيعملها واحدة واحدة، فبيبدأ يخليه كده يتدرب عليها ومش عارفه ايه، عشان يبدأ يحس يبقى بني آدم طبيعي وما يتأثرش التأثر ولا يدخل في اكتئاب لما اللي حواليه ما يكونوش منتبهين ليه. بيشتغلوا كمان على الصدمات بتاعة الطفولة،
بيخليه يتعلم اكتساب فكرة ان هو يسمع الناس، لان هما مش بيسمعوا، بيبقوا دايما بس عايزين هما اللي يبقوا محل الانتباه. ازاي يحللوا كل الكلام ده. انا بس قبل ما نقفل حلقتنا عايزه اقول حاجه مهمه قوي، عشان انا خايفه على الاهل اللي بتسمعني. عايزه اقول لكم انه انت مش بتسمع ده علشان تبقى شخص ما بيغلطش، بس انت بتسمعه علشان تحاول تتجنبه. وعادي انت هتغلط على فكره، بس الفكره هترشد ازاي. يعني انا مثلا زعقت لابني عشان هو عمل فعلا حاجه بشعه، بعد كده هو دخل فهيبدا يحس بشعور الخزي. لو انت ارشدته ودخلت قلت له انا اسف انا زعقت لك بس انت غلطان، بس انا كده كده بحبك، ده ارشاد لوحده، ويعرف يتعامل عادي مع مشاعر الخزي ويبقى شخص ريسبونسبل، يبقى شخص مسؤول والدنيا لذيذه. فاعرف ان انت التربيه الايجابيه او التربيه الصحيه مش ان انت ما تغلطش، لا، بس لما تغلط هتعمل ايه. ده كان النهارده معركة الخفية بتاعت اضطراب الشخصية الهستيرية. استنوني يوم التلاتة الجاي ان شاء الله الساعة 6:15. يا رب تكون كده كانت حلقة خفيفة عليكم. يومكم جميل.